هي قضية أنه قال لك أول زيارة لبابا فاتيكان، القنوات كلها تناقلت القضية هذه، أنه أول زيارة لبابا فاتيكان للمغرب العربي ولشمال إفريقيا. تسمع الخبر هذا تقول أوه، نكذبوا الواقع، نكذبوا كيفاش حنا نعرفوا أنه مثلا عفوا نرجعوا للأرشيف راح نشوفوا حتى بعض الجزئيات اللي مرتبطة ب أسطوانات وروايات النظام الجزائري. لكن أظن أنه كاين مشكل في المنصة تاع يوتيوب اليوم صراحة، ما جاش في وقته، موجود مشكل هنا. الصور هي لزيارة بابا الفاتيكان إلى المغرب اللي كان وقتها بولس الثاني سنة 1985. كانت أول زيارة لبابا فاتيكان إلى ما يسمى المغرب العربي أو إلى شمال إفريقيا، يعني كانت أولى الزيارات إلى واحدة من الدول المغاربية. زيارة إلى تونس كانت في 1996، معناتها الأولى كانت واستقبل من طرف الحسن الثاني رحمة الله عليه وقتها. أضيف إلى ذلك زيارة أخرى لبابا الفاتيكان، وما عندهاش مدة طويلة أو ما عندهاش، يعني كانت في فترة طويلة جدا. الزيارة الأخرى هي هذه سنة 2019 في ساحة الحوار ولغة هنا البابا فرانسيس اللي بطبيعة الحال استقبل من طرف العاهل المغربي محمد السادس، أي البابوية وإمارة المؤمنين. ولو أن المثير في إطار قضية النظام الجزائري والقول أنه اللباس التقليدي الجزائري يسرق وغيرها من الأمور، الإشكالية أنه في المغرب لما يستقبل البابا يستقبل باللباس المغربي، يعني راح نشوفوا فيما بعد في الجزائر كيف استقبل البابا ليون الرابع عشر. يعني حتى في المسألة هذه تطرح إشكاليات، لكن معناه أنه كل ما روج له النظام الجزائري من أكاذيب ومن ترهات لا أساس له من الصحة. معناتها أنه زيارات الباباوات بالجمع يعني كانت واحدة في 85، أخرى في 2019 إلى المغرب، مرتين يعني في المغرب ومرة في تونس سنة 1996 وصفر في الجزائر منذ 1962. هنا يزال كل الأمور المرتبطة بأنه رواية النظام والبروباغندا أنه نحن الوحيدين كما قال يكتبون على الأنسولين الدولة الأولى والوحيدة وغيرها من الترهات، تسقط يعني كل الروايات على خصوصية النظام الجزائري. معناتها الخصوصية الوحيدة في الزيارة هي أنه البابا ليون الرابع عشر هو أغسطيني سان أوغسطينيان، ويعني جاء على خطى القديس أوغسطين. لكن قلت لكم لماذا بدينا بقضية الإرهاب ما الإرهاب وقضية شنقريحة اللي قال بأنه الجزائر هزمت الإرهاب. لماذا البداية بذلك؟ لأنه اليوم في البليدة 48 كيلومتر وقت وصل البابا إلى الجزائر، وقت حط الرحال في الجزائر هذا ما حدث. عفوا نحاول فقط لأنه الفيديو فيه مشكل نوعا ما impossible de lire. استسمحكم. على كل حال الصورة راهي هنا، نحاولوا نشوفوها نحاولوا من اكس إذا تيسر الأمر، لأنه موجودة شوية إشكاليات. أوكي نو انتظروا فقط لحظات، لكن حتى نعطيكم السياق كاملا. كان صباح اليوم مع وصول بابا الفاتيكان إلى الجزائر مع حطه الرحال، معناتها وقت كان في المطار يستقبل من طرف الرئيس المعين عبد المجيد تبون. ما حدث هو أنه في البليدة 48 كيلومتر على بعد الجزائر العاصمة، معناتها البليدة تعتبر ضاحية الجزائر العاصمة. 48 كيلومتر على بعد الجزائر العاصمة، معناتها البليدة تعتبر ضاحية الجزائر العاصمة. 48 كيلومتر على بعد الجزائر العاصمة، معناتها البليدة تعتبر ضاحية الجزائر العاصمة.
دوي انفجارات، وليس كما قال حتى بعض الوسائل الإعلام الفرنسية الآن بدأوا يصحوا في الموضوع أنه تم إحباطها وغير ذلك. معناتها أنه حدث دوي انفجارات كبير في البليدة في ضاحية الجزائر العاصمة، وهم انفجارين على بعد أمتار بطبيعة الحال، هم عمليتين مختلفتين. منفذي العملية هلكا، يعني وقت الحادثة وقت التفجير هلك الإرهابيين اللي نفذوا العملية. إصابات متعددة من شرطيين شرطيين جزائريين، واحد منهم يعني كان بقرب المفجر الأول، معناتها الأرجح أنه ربما يعني توفي على إثر الحادثة. وهناك إرهابي ثالث، يعني على الأقل واحد هارب، معناتها هرب، وهذه إشكالية أكبر من الاثنين الآخرين. معناتها أنه احنا هنا نتكلم على تفجيرات، مع العلم أنه مركز الشرطة مسمى على الراحل بوضياف، على الراحل محمد بوضياف. تفجيرات ومحمد بوضياف على كل حال، يعني من غرائب الصدف. يعطينا صورة على بلد الأمن والأمان كما يقول التلفزيون الجزائري، لكن يبدو أنه لا هناك لا أمن ولا أمان في هذا البلد اللي تصرى فيه تفجيرات بهذا الشكل. معناتها أنه هذا ما حدث. ونشوفوا بعض الصور فقط على السريع، ما نطولوش. هنا راكم تشوفوا الصور الأولى اللي من وسط، معناتها رانا في وسط مدينة البليدة، ودوك نقول لكم ماذا حدث أيضا في المحيط حول هذه الصور، وأنه هناك يعني على الأقل شخص معتقل من كانوا في المحيط لأنه قام بالتصوير وتم اعتقاله من طرف الشرطة. راكم سمعتوا يقول له واحد، يقول له هذه الاولى والاخرى الزوجه، معناتها هو يتكلم على تفجيرين مختلفين على بعد 500 متر الواحد من الاخر. معناتها عمليه ارهابيه وسط مدينه البليده، واحده من اكبر الولايات في الجزائر، قلت لكم في ضاحيه الجزائر العاصمه، 50 كيلومتر جنوب الغربي للجزائر العاصمه. معناتها حدث كبير جدا. وقبل ما نزيدوا نتعمقوا في التفاصيل، إلى حد الساعة وإلى الكلمات التي أقولها هنا معكم، لم يصدر لا بيان لا قناة غطت القضية، بل أنه قلت لكم أنه في محيط الحادث تم واحد من الأشخاص تم اعتقاله لأنه كان يصور في المحيط تاع التفجير، بل انه يعني كان تطويق، ثم طوقت المساله بشكل كبير. انا صباحا لما تكلمت عن الموضوع قبل ما يتكلم الاعلام ولا كل شيء، خرجوا ذباب النظام يقول لك لا هذا انفجار غازي، هذه سياره من نوع سيرغاز، معناتها سياره تمشي بالغاز المسال، انفجرت وسط المدينه، هذا بائع تاع المأكولات خفيفه تفجرت القضاء. المهم روايات واسطوانات يعني فارغه كليا. ولكن الصوره اللي عطيتها راكم تجدونها في اكس، التعليق اللي قلت بانه صارت عمليات ارهابيه، انا تكلمت بالجمع وقلت بانه في مدينه البليده، وانه تفجيرات جهاديه وقعت، وهو ما حدث. معناتها عندنا تفجيرات مختلفه. هناك صور إلى حد الساعة لست متأكدا 100%، لكن هو مراسل فرانس 24 اللي هو مختص في القضايا المرتبطة بالإرهاب نشر هذه الصور، تبقى على حسابه هو. وراكم شفتوا هنا امام مركز الشرطه، ما يظن بانه مركز الشرطه الذي وقع امامه الحادث. صراحه الصور متطابقه مع الوضع الجوي اليوم في البليده، مع يعني المحيط تاع مركز الشرطه، لكن تبقى القضيه للتاكيد. لكن هو يعني مراسل تاع فرانس 24 اللي هو وسيم نصر، اللي هو دائما يتدخل في القضايا المرتبطه بالارهاب، ودار حتى عمليه اختراق لجماعات ارهابيه وصور وغيرها من الامور.
هو يقول بأنه أيضا بأنه حقيقة التفجيرات وقعت، على عكس ما قاله بعض الإعلام الفرنسي الذي تسرع بشكل كبير في البداية قائلا بأن العمليات تم إحباطها. معناتها لا العمليات تم إحباطها، للجزائر بلد آمن، لا الإرهاب تم هزم كما قال قائد الأركان السعيد شنقريحة. هذه هنا يعني إشكالية كبرى. والفرق أيضا لأنه النظام الجزائري لما يسلط الضوء على نفسه نوليو في قضية المقارنات. معناتها زيارة بابا الفاتيكان اللي كانت إلى المغرب مرت في ظروف ولا أروع، على عكس ما يعني ما حدث. وعند حاب نشوفه فقط هنا بمطار الرباط سلام يستقبل في زيارة هي الأولى له زار الملك البشرية، ونوه مراقبون بزيارة البابا على اعتبارها صورة تؤكد على تعايش بين المسلمين والمسيحيين بالمغرب، وهو ما يقضي على تطرف من أصوله. المغرب يتمتع به وما له من. هنا راكم شفتوا أجزاء من زيارة البابا، نشوفوا حتى هنا على ما أظن عندي تاع الموكب. قطع موكب الملك وضيفه الطريق في اتجاه المعلم التاريخي المعروف بصومعة حسان، وفي خطابين تاريخيين أعطى القائدان مثالا واقعيا على صورة الالتزام بقيم. والموكب كان موكب شعبي لبابا الفاتيكان وقتها في المغرب في 2019. معناتها ظروف أمنية كانت جد جيدة، لم يحدث أي اختراق أي تفجير. النظام الجزائري اللي يضع نفسه دائما محط المقارنة مع المغرب، بل أنهم قالوا أنه هذه أول زيارة لبابا في شمال إفريقيا، في وقت أنه زار الباباوات زاروا المغرب مرتين. ولكن حتى الزيارة تاع 2019 كانت بموكب، معناتها باند فول، حشد شعبي اقترب من البابا في وقت أنه في الجزائر لم نرى هذا إلى حد الساعة. معناتها التنظيم كان، العاصمة كانت مطوقة كليا، لا وجود لموكب يعني يحتك فيه بشكل كبير مع الحشود، لأنه أصلا لما وصل بابا الفاتيكان كان هناك تفجير إرهابي. معناتها أنه ما نقول عن أنه البلد غير آمن وأنه موجودة إشكالية وأنه هذه ربما تدخل دائما حتى في صراعات الأجنحة، كم تعرفوا هذا يحرك هذا، ولو أنه لا يهم هنا حتى إذا كان جانا حرك القضية. المهم أنه دوليا الصورة تاع الجزائر هي بلد الإرهاب اليوم. وانت لما يجي بابا الفاتيكان تكون عندك فرصة انك تسلط الضوء على بلدك، تسلط الضوء. في وقت في المغرب كان يتكلم على انه المغرب بلد التعايش والتسامح. يعني قلت لكم النظام الجزائري تحطوا نفسكم في موقع المقارنة، نقارنوا، ما كان حتى مشكل. نشوفوا لما كان في الطائرة بابا الفاتيكان ماذا حدث، وراح نشرح لكم. هنا هذه الصورة التي ربما الكثير منكم لم يراها، لأنه نوعا ما لم يتم التركيز عليها كثيرا. هي لصحفي من مجلة باغي ماتش الفرنسية المتخصص في الفاتيكان. الصحفي هذا وما التقطته الكاميرا ونشر في الحساب اللي التقطت، لأنه صوروها باغي ماتش نفسهم يحبوا الأمور هذه. وهو هذا الصحفي يتكلم لبابا الفاتيكان على الصحفي كريستوف غلاز الفرنسي المعتقل في الجزائر. وبابا الفاتيكان أشار إليه بأنه يعرف القضية، فقط أضاف له الصحفي تاع باغي ماتش بأنه هذا الصحفي المعتقل في الجزائر هو من نفس سنه، هو صديق له، هو من نفس السن تاعو. بابا الفاتيكان قال له يعني صغير في السن، قال له الآخر نعم. معناتها هاو الفرق. يعني اليوم الزيارة في الجزائر، الحديث على معتقل، الحديث على انتهاك حريات، حتى إذا بابا الفاتيكان اتخذ مقاربة مهادنة مع النظام الجزائري، لأنه كان الفاتيكان يريد برمجة زيارة إلى تبحيرين. هذه قضية تبحيرين هي قضية تعود إلى التسعينات، ربما الناس اللي مش متابعين ما يعرفوهاش كليا. هي قضية حدثت في التسعينات، أنه تم تصفية أو اغتيال ديموان، يعني
قساوسة كانوا في منطقة جبلية في الجزائر، في وسط الجزائر في تبحيرين، وكل السهام وقتها أشارت إلى أنها عملية دبرت من المخابرات، بل أنه كان عميل المخابرات الجزائرية هرب من الجزائر، يعني قال بأنه المخابرات الجزائرية هي من نفذت العملية، وهذه قضية مشحونة بين الجزائر وفرنسا بشكل كبير. معناه انه الزياره تاع بابا الفاتيكان قضيه الانتهاك الحريات، قضيه غلق الكنائس، قضيه كريستوف جلاز اللي قال بانه عارفها مع هذا الصحفي تاع باري ماتش، وقضيه التفجيرات الارهابيه. ان لم تكن هذه فضيحه كبرى فكيف نسميها؟ إن لم تكن هذه كارثة وأنت اللي مراهن على الزيارة تاع بابا الفاتيكان وتقول أنه الجزائر بلد الأمن والأمان والسلم والسلام وغيرها من الترهات، انتهت بك القضية. أنه الآن الإعلام الدولي كله يركز على هذا الموضوع، يعني بدأ التركيز على هذا الموضوع رغم أن الزيارة لم تكن تلقى أي اهتمام. قلت لكم الاهتمام الوحيد لدرجة أنه بعض أبواق النظام قال لك من بركة الجزائر أنه اليوم صارت المشادات الكلامية بين بابا الفاتيكان وبين دونالد ترامب، لأنه صار اهتمام نوعا ما بأين هو البابا ومن أين أطلق التصريح، يعني التصريح ضد دونالد ترامب أو الرد على دونالد ترامب اللي أجرى حوار تكلم فيه على البابا ليون الرابع عشر، يعني الرد كان وهو في الطائرة متجهة إلى الجزائر. من غير ذلك لم يكن اهتمام. الآن الاهتمام موجود بحكم هذه العملية الإرهابية. هاو شوف أين وصلت، ولماذا حطيت نفسك موضع المقارنة مرة أخرى؟ هذه هي الحماقة الغير مفهومة. علاش تحط نفسك دائما موضع المقارنة مع المغرب؟ ولو لم تكن الأجهزة الأمنية والمخابرات مركزة على فبركة التقارير ومهاجمة المغرب وتجنيد الذباب من أجل ذلك، لدرجة أنه صرت أنا ما أسميه متلازمة المروك أو متلازمة المغرب، لما حدث ربما ما حدث اليوم في البليدة اللي هو اختراق أمني كبير. والآن هناك حالة من الرعب لدى النظام، لأنه غدا البابا متجه إلى ولاية عنابة. ولاية عنابة في الشرق الجزائري. الشرق الجزائري هو تاريخيا معقل للإرهاب، يعني فيه معاقل كبرى للإرهاب إلى يومنا هذا. معناتها القضية الأمنية بالإضافة إلى تسليط الضوء اليوم على الجزائر كبلد غير آمن مرة أخرى، ولو أن النظام الجزائري لا يستطيع لا يستقطب استثمارات ولا أي شيء، لكن تزيد تشوه صورتك أكثر فأكثر. ثم لما يذهب المستثمرين المغرب يقول لك لا راهي مؤامرات ورغم لانهم قاموا بالتطبيع وغيرها. هاي الصوره تاعك انت امام العالم. لهذا وصلتم الى هذا الوضع. لكن اليوم ايضا كان هذا هو القضيه